السلام عليكم. العراب جوزيه مورينيو يقصي ريال مدريد من الثمانيه الكبار. عارف انت، اذهب الى الجحيم للملحق بهدف قاتل في الدقيقه 94 لحارس المرمى. برشلونه يبدع ويمتع ويفوز بالاربعه على كوبنهاجن ويضمن وجوده بين الكبار. ارسنال بالعلامه الكامله. اخيرا ابتسم صلاح وفاز ليفربول بالسته. حبايب قلبك بيلي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلك الفيديو اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، عايزك تشجعني كده وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. اديني في الاول ريال مدريد. امتى هيفضل ريال مدريد يعتمد على كيليان امبابي بس؟ امبابي جاب ريال مدريد كسب، امبابي ما جابش ريال مدريد خسر. النهارده ريال مدريد امبابي جاب وريال مدريد برضه خسر. مورينيو مسك اربيلو علمه يعني ايه تدريب، علمه يعني ايه تدريب حرفيا. مورينيو في الدقيقه 94 والكره الاخيره بيقول لحارس اطلع. ده راجل فاهم، ده راجل عراب. مورينيو الجون اللي جابه ده في الدقيقه 94 الحارس ده خلى مورينيو نفسه في دوري ابطال. دوري ابطال اوروبا كان هيخسر جوزيه مورينيو، مش جوزيه مورينيو كان هيخسر من دوري ابطال. يعني بخروج بنفيكا كان ريال دوري ابطال اوروبا هو نفسه اللي هيبقى خسران جوزيه مورينيو. ريال مدريد من سيء لاسوء، والله من سيء لاسوء. ريال مدريد بيجمعوا حول اتنين لاعبين، اتنين بالاخص كورتوا امبابي. لو واحد فيهم مش في يومه زي كورتوا النهارده مش في يومه، ريال مدريد طلع، ريال مدريد خسر. انت لحد الدقيقه 94 خلاص انت ضامن وجودك في الثمانيه الكبار بهدف في الدقيقه 94. مش قادر تمسك نفسك 10 ثواني بهدف قاتل في الدقيقه 94. خرجت، روح على الملحق، يلا اقعد بقى العب ماتشين تاني اضافيين وانت اصلا ما عندكش حمل بدني. ريال مدريد النهارده عمل اسوأ ماتش ليه في الموسم. لعب الشوط الاول الى حد ما كان متوازن، مع العلم بنفيكا لو كان عنده النهارده حظ كان كسب فوق الخمسه او السته مرتاحه. في الشوط الاول كان كسب 3 4 في الشوط الاول مرتاحه. ريال مدريد النهارده اداؤه مزري. هو ريال مدريد عباره عن امبابي تيبو كورتوا، تيبو كورتوا مش موجود امبابي موجود، امبابي مش موجود تيبو كورتوا مش موجود. لو واحد في الاثنين دول مش في حالته المزاجيه او مش في يومه، ريال مدريد بره، بره خلصت. اديني بقى برشلونه. برشلونه في الشوط الاول عمل كل حاجه في الكوره الا انه يسجل اهداف. عمل كل حاجه حرفيا بس ما جابش جون. عندك مهاجم خلاص بقى اكتع. ليفاندوفسكي يا جماعه بقى اكتع، هو بقى حمل وعبء على الفريق. اللعيبه بتوصل كتير، فرص كتير، فرص خطيره، بس ليفاندوفسكي بيضيع. ليفاندوفسكي ما بقاش قادر يجاري نفسك المباريات الكبيره. خلاص الراجل العظميه كبرت 37 38 سنه. في اول دقيقتين في الماتش انت لبست جون. ولازم هانز فليك يعدل الخطه دي. مش كل ماتش هلعب بنفس الطريقه، انا لازم يكون عندي توازن ما بين الدفاع والهجوم. بس الشوط الثاني نزل برشلونه ما عملش حاجه غير انه جاب اهداف. الاول في الثاني في الثالث في الرابع ورا بعض، انتش ورا بعض على طول، ما عندناش وقت. لامين يامال ليفاندوفسكي جاب له جون اصلا على خط الجون ما كانش ليه لازمه، ما كانش هو اللي هيجيبها المفروض. رافينيا راشفورد كله. ما تجرب كده تحط راشفورد مهاجم؟ يعني جرب يلعب براشفورد مهاجم، جرب مش هتخسر حاجه. انت كده صعد، عندك الدوري ان شاء الله هتاخده، في الكاس في السوبر في اي ماتش اعمل ماتش ودي كده مثلا 11 العب راشفورد مهاجم، هيديك افضل من ليفاندوفسكي بكتير. لامين يامال لازم يكرس لعبته كلها ان هو يفيد الفريق اكتر من هو يبدع مهاراته، اكتر من هو ياخد ريلزات تيك توك كده والناس تنزلها له. لا، العب عشان تبدع الفريق. انت لاعب ممتع للعين البشريه. اللي ناقص بالظبط لامين يامال ان هو يعوض العقليه بتاعته. يا جماعه انا هلعب للفريق. عارف لو ده واخد عقليه رافينيا كان بقى في حته ثانيه. انت متخيل؟ انا بقول على لاعب مهاري، خد عقليه لاعب مهاري برازيلي. انت متخيل؟ شوف احنا وصلنا لايه. انما عندك خوان جارسيا حارس المرمى ممتاز وشايل الفريق. الدفاع الى حد ما مقبول ومعقول، ها في توازن. انما عندك خط الهجوم هو اللي ناقص يا جماعه، قطعه ناقصه في خط الهجوم. انت متخيل انا بكسب اربعه وما عنديش مهاجم؟ انا لو عندي مهاجم اكسب مرتاح اي فريق، ما يبقاش عندي ازمه ان انا اي فريق احط عليه. انا لازم محتاج ضروري مهاجم في الشتاء قبل الشتاء ما تخلص. اديني بقى ليفربول. اخيرا يا راجل، يا راجل لقد هرمنا يا صلاح من اجل هذه اللحظه. ابتسامه محمد صلاح، عارف انت بتشرح القلب كده، بتشرح القلب لما محمد صلاح جاب جون وحاسس ان الثقه هترجع له واحده واحده. يا جماعه لاحظوا، جماهير ليفربول اكتر واحد بتندى له في الملعب محمد صلاح، بالرغم من انه اسوأ لاعب في الفريق، بالرغم من ان هو فاقد الثقه، بالرغم من التضييعات الكتير اللي بيضيعها والفرص الكتير اللي بيضيعها ومجهود الفريق اللي هو بيضيعه والكره لحد عنده وتعطل. بس هم عارفين ان الراجل ده لو رجع لمستواه، الراجل ده لو اكتسب الثقه بتاعته تاني، الراجل ده لو شم نفسه وخلاص فهم ان الكره عايزاه بس يلعب السهل، هو اللي هيكسبهم بطولات. لان هو اللي في اخر 10 سنين اي بطوله بتاخدها ليفربول هو محمد صلاح بيكون السبب الرئيسي فيها. محمد صلاح النهارده جاب جون ماركه محمد صلاح، ماركه محمد صلاح في الزاويه اللي تسكن فيها الشيطان، روح هاتها شوف انت هتجيبها منين. محمد صلاح النهارده عمل كوره عوضت ال 90 دقيقه اللي لعبها. ما بانش في ال 90 دقيقه، ما كانش مؤثر، بس انا بكوره واحده اعرف اجيب لك جون، بكوره واحده اعرف اكسبك ماتش. مش هتكلم عن النهارده انت كده كسبت 6 مش محتاج الجون بتاعه، بس انت في كوره واحده زي كده ممكن تكسب بيها جون، ممكن تكسب بيها ماتش، ممكن تكسب بيها بطوله. محمد صلاح وجوده مهم في ليفربول. واخيرا ارن سلوت بدا يشم نفسه وضحك. يا راجل ارن سلوت واقف على الخط بيضحك،
فرحان انا كسبت 6. انت كسبت فريق اسمه كباخ تقريبا ملوش لازمه من اوزبكستان، بس على الاقل انت كنت تاخد على وشك من كل فرق الدوري الكبير والصغير. فمكسب زي كده يرجعك طريق تاني، يرجع لك الثقه من اول وجديد، يحسسك ان انت انا موجود في دوري ابطال اوروبا وطالع مركز ثالث، على الاقل ان انا في اسوأ مواسمي في مركز ثالث. اخيرا بقى ارسنال هو امتع فريق، لا مش امتع، هو اقوى فريق في العالم حاليا. ردوها بقى على محمد عدنان ان استطعتم. هو اقوى فريق في العالم حاليا وبفرق كبير عن اللي بعده اللي هو البايرن. لا لا لا، ارسنال يا جماعه هو اقوى فريق دفاعيا في العالم، اقوى خط وسط في العالم، هو مش اقوى هجوم بس هو اكتر فريق بيعرف يجيب اجوان في العالم. الاجوان اللي انا محتاجها انا بعرف اجيبها. انا عندي جوكيريس هينزل وهيجيب اجوان، ده مش المهاجم الاساسي بتاعي، ده المهاجم اللي اصلا شريف الصيف على انه اساسا هو الاساسي، ده هداف الدوريات الخمسه الكبرى في العالم السنه اللي فاتت. بس انا يا عم لا، ما عنديش مشاكل، اقعد يا باشا انت مش مستواك، اقعد على الدكه، عندي بديل ليك هينزل يجيب. ابقى العب مورينو مهاجم هيجيب. النهارده جاي هافرز رجع من الاصابه ولعب وينج شمال ونزل وجاب جون. ارسنال فريق متكامل دفاعيا هجوميا، حارس مرمى، خط وسط. اللي ناقص ارسنال ان هم يصدقوا نفسهم. انت مش ناقصك غير انت تصدق نفسك وتصدق ان انت فريق بطولات تعرف تكسب. مبروك لجمهور ارسنال، صدقوا نفسكم، صدقوا فريقكم، شجعوا فريقكم، هتصعدوا وهتكسبوا بطولات. طول ما الفريق جمهوره بيصدر له ان هو انا مش واثق وان انت تقيل ممكن تقع في اي لحظه، اللعيبه نفسها بتصدرها الاحساس ده. اللعيبه نفسها بتقع بدنيا وبتقع نفسيا وبتقع ذهنيا. صدقوا نفسكم، انتوا بقيتوا فريق كبير. انتوا بقالكم 4 5 سنين مع ارتيتا بتبنوا للمرحله دي، وصلتوا لها. صدقوا نفسكم وشجعوا فريقكم علشان تحصدوا بقى ثمار ال5 سنين بنا دول. وصلت معانا الحته دي في الفيديو، اعمل لايك واشترك، شير الفيديو لاصحابك. اشوفكم على خير في ماتش جديد وفي اوقات جديده ودوري ابطال جديد ومتعه جديده. سلام.